هو ايه معنى ADC EG IE اللي دايما بتكون مستخدمة في الانجليش تكستس؟ بصوا، دي مصطلحات لاتينية مستخدمين طبعا في الانجليش وليهم استخدامات معينة. تعالوا اعرفكم عليهم. اول حاجة تعالوا نبدأ ب ADC، واللي هي اختصار ل etc، او بمعنى اخر اللي هو so on. ودي بنستخدمها بمعنى الخ، ودي بنستخدمها في حاله ان انا اديت مثلا عدد من الاكزامبلز ومش عايز اعيد وازيد في نفس الاكزامبلز، فيا اما بقول في الكونفرسيشن so on او بكتب ADC. Dearly beloved, we're gathered here today, etc., etc. Tripods, pipettes, etc. Martin Luther King, Saddam, Sadat, etc., etc. تاني حاجه عندنا في EG، ودي برضو اختصار ل exempli gratia او for example على سبيل المثال. List all major behavioral diagnoses, e.g. depression, anxiety, etc. E.g., from now on, you start showing me the proper respect. وبرضو عندنا IE، ودي اختصار ل id est، ودي اللي هي في الانجليش بمعنى in other words، او بمعنى اخر بستخدمها دايما عشان اوضح او اشرح حاجه اتقالت قبل كده. E.g. means for example. What I think you want to say is i.e. i.e. I'm free. بعد كده عندنا في الساعه في حاجه اسمها AM و PM. AM دي بتكون اختصار ل anti meridian اللي هي before noon او قبل الظهر، وعندي PM اللي هي اختصار ل post meridian اللي هي afternoon اللي هو بعد الظهر. That's correct. Anti-meridium. برضو عندنا في حاجة اسمها PS، بس دي انجلش مش لاتيني، ودي اختصار ل postscript، ودي دايما بتكون short remark او اختصار او ملاحظة بسيطة بنحطها at the end of the letter or at the end of the email after the signature، او بعد ما بمضي فافتكر ان انا مثلا في حاجه انا ما ضفتهاش في الايميل او في الليتر، فانا بكتبها في اخر الايميل او اخر الليتر بعد السيجنتشر بتاعتي او بعد التوقيع بتاعي، بس ببدا الاول بكتب PS اللي هي postscript. P.S. If you tell anyone about this. P.S. I'm enclosing a picture. P.S. I will miss our afternoons together too.